ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وحلقه جديده من يوميات بوسي اللهلوبه. يومنا النهارده هنبداوا بالصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لكم بقى كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. هنعمل الفول مع بعض. طبعا زي ما انتم عارفين رمضان يعني الفول لازم كل يوم اساسي على السحور. هنعمل الفول في البيت بطريقه نظيفه وحلوه وسهله جدا جدا. طبعا احنا اساس الفول، وطبعا عيلتي لحد دلوقتي في البلد بيعملوا الفول لحد دلوقتي، احنا مشهورين بيه من زمان جدا. هنعمله بنفس الطريقه الاصليه بتاعه الفول. هي مقاديره سهله وبسيطه جدا جدا، ودي اضافات برضو بسيطه. لو انت مش حابه تضيفيها هتحطي الفول فقط من غير اي حاجه. انا معايا نص كوبايه من الفول المدشوش، طبعا دي بتدي قوام للفول حلو جدا، ونص كوبايه من العدس. نص كوبايه من الفول المدشوش دي ناشفه، وانا لما خمرتها او نقعتها في الميه هي ملت الكوبايه. ومعايا نص كيلو من الفول البلدي المتنضف المتنقي ده، ما يكونش فيه ولا حبايه سودا ولا فيها نقط سودا ولا اي حاجه، متنقي ومتنقى ومنقوع حوالي 4 أو 5 ساعات. معايا ليمونه بقشرها، ومعايا كمان نص معلقه صغيره من الكركم عشان تدي لون للفول حلو. ما هي دي بس مقاديرنا. هنعمله النهارده في الحله وهنعمله في الدماسه، عشان الناس اللي ما عندهاش الدماسه هتعمليه في الحله عادي جدا. النتيجه كلها واحده، يعني النتيجه واحده بتاعه الدماسه، بس هي لها خطوات بس معينه. الفول طول الوقت يكون متغطي كويس. هنشوف مع بعض وهنشوف الطريقه ومقاديرنا. انا هقسم بقى الفول هنا كوبايتين وهنا كوبايتين علشان اعمله في الدماسه، وهشوفوا نفس المقادير بالظبط. اللي هحطها في الدماسه هي المقادير اللي هحطها في الحله، والنتيجه هتكون واحده بالظبط. الفول ممكن تنقعيه من بالليل وتعمليه الصبح. لو انت في رمضان ممكن تنقعي الفول من بالليل وتبداي تشغلي عليه الصبح وانت بتعملي الاكل. هتاكلي منه على السحور بالليل صابح. لو انت عايزه تعمليه كل يوم يوم بيوم. لو انت عايزه تعمليه بقى من دلوقتي يلا اعملي كميه حلوه كده وحطيها بقى كده في الفريزر اكياس تكون جاهزه معاكي وفرزيها. انا طبعا مش بعمل كميه كبيره، هو نص كيلو كده هعمله وهعبيه برده كام كيس. وان شاء الله باذن الله برده في نص رمضان كده برجع اعمل تاني، او في اول اسبوع من رمضان برجع اعمل تاني حوالي نص كيلو او كيلو وبعبيه برده اكياس. يعني ولا انا بعمل كل يوم ولا انا بعمل الفول بتاع الشهر كله، لا. لو انا عوزت في رمضان بعمل زي ما قلت لكم كده بالظبط. قسمت بقى كوبايه الفول المدشوش كده على الاثنين، على الحله وعلى الدماسه. وقسمت كمان العدس، هنا ربع كوبايه عدس وهنا ربع كوبايه عدس. كل الحاجات دي متنقيه ونظيفه ومغسوله. وحطيت هنا شريحتين من الليمون وهنا شريحتين من الليمون بقشرهم عادي جدا ما تخافوش. وحطيت نص معلقه صغيره من الكركم في كل يعني في الحله نص معلقه، وهحط كمان في الدماسه نص معلقه. دي نص بدل النص اللي اتكب، انا كنت حاطه معلقه بس هما اتكبت منها شويه على الرخامه. فانا قسمت كده على الحله وعلى الدماسه، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. معايا هنا ميه مغليه زي ما شايفين بتطلع سخونيه اهي، انا غلياها وهضيف على طول ميه مغليه. ما تضيفيش ميه ساقعه، شايفين الميه سخنه ازاي. هضيف الميه وهسيب كده مسافه، لان الفول بيفور على البوتاجاز، فانت تسيبي مسافه كده ما تمليش الدماسه للحرف. وهحط برده نفس الكلام في الحله كده لحد ما نغطي الفول بكميه حلوه، يعني يكون نص الحله فول ونص الحله ميه، او نص الحله برضو نص الدماسه فول ونص الدماسه ميه. هعلق كده على الاثنين في نفس الوقت بالظبط، وهنا نار عاليه عادي خالص. وهغطيهم، اهم حاجه تغطيهم كويس وبالغطا بتاعهم، ما يكونش غطا صغير عليهم ولا غطا مهوي ولا اي حاجه. هنا انا هحط بقى هنا فوق الدماسه زي ما بيعملوا عندنا في البلد كده وهما بيسووا الفول، بنحط كده حاجه فيها ميه فوق الدماسه عشان تفضل فيها على طول ميه سخنه، عشان لازم تزودي الفول بميه سخنه. ما ينفعش ابدا تزودي الفول بميه ساقعه. لو زودتي الفول بميه ساقعه سواء في الدماسه او في الحله، الفول بتاعنا هيسود. الفول بتاعك هيسود وهيغمق والميه بتاعته هتغمق. لكن طول الوقت انت ما بتدخلوش هواء وتكوني قافلاه وحكماه بحاجه كده غطاه، يعني الغطا بتاع الدماسه او بتاع الحله ما تحطيش اي حاجه تكون غطاها صغير او حاجه. زي ما انتم شايفين اهو بدا يغلي، واول ما يغلي معانا بالشكل ده هنوطي بقى عليه. وطي عليه وسيبيه براحته بقى يستوي على نار هاديه. انا هوطي عليه وممكن انقله كمان على العيون الصغيره زي ما انت شايفه كده. انا حاطه لو انت طبعا ممكن تزودي بقى من الكتل، لو انت الكتل عندك على طول تخلي فيه ميه مغليه على طول، عشان كل ما الفول ينقص من الميه وتحبي تزوديه هتزودي من الميه السخنه دي. انا طبعا بقى عملت كده زي في البلد ما بيعملوا عندنا، بيحطوا حاجه فوق القدره فيها ميه، وكل ما يقعدوا يزودوا القدره بتاعه الفول بيزودوها من ميه سخنه على طول، ويزودوها على طول من الحاجه اللي فوق القدره. نقلتهم بقى على العيون وطي خالص، وطيت العيون ونقلت عليهم الفول اللي في الدماسه واللي في الحله. وهغطيهم بقى وهسيبهم مع نفسهم 3 ساعات 4 ساعات مع نفسهم خالص يستووا على نار هاديه. كل ما هديتي على الفول وسبتيه يستوي على نار هاديه هيكون احسن بكتير، احسن ما يكون النار بتاعته عاليه. وطي عليه وسيبيه يستوي على نار هاديه براحته خالص.
زي ما انتم شايفين بوريكم العين من تحت واطيه خالص خالص. عدى عليه كده حوالي 4 ساعات 5 ساعات، افتح وابص عليه. طبعا مش هفضل سايباه 4 5 ساعات من غير ما ازوده، لا كل ساعه كده ولا حاجه، هو طبعا على نار هاديه، كل ساعه كده ابص عليه. لو محتاج ميه هزوده ميه سخنه من على من الكاتل او من الميه اللي انا مزوداها وحطاها فوق القدرة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الفول بقى قوامه تحفة ازاي، ولونه وشكله وطعمه حكاية. الفول كده بتاعنا استوى وقوامه طبعا حلو جدا. في ناس بقى بلاقيها بتضيف نشا وبتضيف طماطم وبتضيف حاجات كتير قوي على الفول. لا طبعا خالص، هو بيتقل لوحده اهو. زي ما انتم شايفين العدس العدس بيديله قوام، والفول المدشوش بيديله قوام حلو جدا. ونفس الكلام هي بقوليات مش بتغير من طعمه خالص، تحفه جدا. اديكوا شفتوا نفس اللون بتاع القدره هو نفس اللون بتاع الحله، ما اختلفش خالص، ولا حاجه اسودت ولا الفول اسود ولا اي حاجه، ولونه تحفه معانا، والفول كله جميل وزي فول العلب بالظبط. كده خلاص الفول خلص معانا، هنقدمه في الطبق. زي ما انتم شايفين طبعا الكاميرا والله ظالمه كمان. الفول شكله حلو جدا وطعمه بجد حلو قوي قوي. عايزه بقى تقدميه زي ما انت عايزه تقدميه كده زي ما هو سليم، عايزه تهرسيه بالشوكه، عايزه تعمليه بالطماطم بالسجق. طبعا الفول ليه طرق كتيره جدا جدا تقدري تقدمي بيها طبق الفول بتاعك في رمضان. وده ان شاء الله باذن الله هنقدمه مع بعض في رمضان. هنقدم كذا طريقه باذن الله للسحور، وكذا طريقه للفول علشان ما تمليش منها. واما الدقه والطحينه اللي قدامكم دول اللي في البرطمانات دول هحطهم دلوقتي على الفول. دول بيعملوها في عربيات الفول وفي المطاعم يعني وكده. انا ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، هتضغطي على العنوان هتلاقي الرابط بتاع الدقه والطحينه دول اللي انا عاملاهم بالثوم والليمون والحاجات دي، تبقى جاهزه معاكي في برطمانات في التلاجة، كل يوم هتحطي منها على الفول وتكون جاهزه معاكي. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. كده خلصنا الفول وخلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده حطوا لنا لايك للفيديو ده علشان يوصل لناس كتير. ولو انت لسه جديده واول مره تزوري القناه دوسي على كلمه اشتراك وفعلي الجرس على كلمه الكل، كل ما ننزل فيديو جديد هينزلك بيه اشعار بامر الله. كل سنه وانتم طيبين. والفول بتاعنا لازم طبعا كل يوم يكون على مائده السحور. وطبعا المخلل الجميل المشاكل ده اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات برضه هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. اترككم في رعايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.